السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن سؤال مشهور جدا برضو في الانترفيوز تبع الباك اند في لارافيل فريم ورك. السؤال ده هو ايه الفرق ما بين الكويري بيلدر والإليكوانت. هنفهم ان شاء الله ازاي كل تول من التولز دي بتساعدنا احنا نكتب كود يكون اسرع وانظف، وايه الحاجات اللي هينفع نستخدمها وما ينفعش نستخدمها، طبعا مع امثله عمليه. آه، طبعا لو انت تشتغل على لارافيل فانت اكيد سمعت عن الكوري بيلدر والاليكوانت، بس ممكن تكون مش عارف الفرق بينهم قوي وامتى تستخدم كل واحده. فباذن الله الفيديو ده هنوضح العمليه ديت يعني. اول حاجه الكويري بيلدر هي حاجه، يعني حاجه سريعه تقدر تنجز بيها شغلك لو حاجه سريعه مش مستاهله يعني الاوبريشنز، فانت بترجع او تستخدم الكويري بيلدر. ايه هي الكويري بيلدر؟ هي تول اكنك بالظبط بتكتب جمل اس كيو ال، بس مش جمل اس كيو ال نيتف، لا انت بتكتبها بلغه البي اتش بي بطريقه سلسه وسهله بدل التعقيدات بتاعه الجمل اللي بتاعه الاس كيو ال. طبعا بتشتغل مع اي تيبل في الداتابيز من غير ما تعمل موديل. طب ايه ميزات ايه ميزات الكويري بيلدر؟ الكويري بيلدر تقدر انت تستخدمها في، يعني في حاجه معقده، في حاجه سهله، يعني تقدر تستخدمها في كل حاجه. مش بيحتاج ان انت تعمل موديل. لو انت تستخدم الكويري بيلدر مش بتحتاج ان انت تعمل موديل بقى لكل تيبل من التيبلز اللي عندك في الداتابيز. خلينا برضو نشوف مثال عملي، او خلي الامثله للاخر. خلينا نكمل الاليكوانت. طبعا الاليكوانت حاجه مهمه جدا في لارافيل ولا يمكن الاستغناء عنها. الاليكوانت الاو ار ام. طبعا الاليكوانت او ار ام بيتعامل مع قاعده البيانات كانها اوبجكتس، وكل اوبجكت من الاوبجكتس دي ليه موديل. طبعا ممكن يكون الكلام مش واضح قوي، بس يعني مع المثال اللي هيتضح اكتر اللي انا عايز اقوله. طبعا مع الاليكوانت تقدر بقى تستخدم الريليشنز، تقدر تستخدم الميوتيتورز، الاكسسورز. بيخلي طبعا الكود بتاعك انضف، احلى من الكويري بيلدر. ولكن الكويري بيلدر تتفوق على الاليكوانت في السرعه. طيب ده كده كم يعني سريعا كلام نظري. خلينا نخش بقى على الكلام العملي. طبعا المثال اللي انا مستخدمه في اول حاجه هنا ده الكويري بيلدر. نكتب هنا كده كويري بيلدر. تمام. طبعا الكويري بيلدر بتريتيرن كولكشن. تمام، بتريتيرن كولكشن وليس ليكوانت. طب ازاي احنا عرفنا ان هي بترجع كولكشن؟ طريقه سهله وبسيطه خالص. طبعا جاي هنا اعمل دي تقول له ان يوزر، شوف هو مرجع لك ايه. تمام. طبعا زي ما احنا شايفين مرجع فوق ايه؟ سبورت كولكشن. طيب انا دلوقتي رجعت كولكشن عاديه، مش اليكوانت كولكشن. الكولكشن العاديه ديت مع اي حاجه في الموديل عندي، هو مش شايف الموديل. يعني انا عندي هنا بقول له دي بي تيبل يوزرز، بقول له ان الايميل يكون نوت فيريفايد. سوري، الايميل فيريفايد، الايميل يكون فيريفايد لان قايل له وير نوت نل. فهو عمل سيلكت على تيبل اليوزرز مع كونديشن ان الايميل لازم يكون فيريفايد. انا هنا ما استخدمتش الموديل، يعني انا هنا رحت اكسست على التيبل مباشر من غير ما اكسس الموديل اللي هو يوزر. طيب
لو احنا جينا فتحنا الموديل اللي هو اليوزر، هلاقي في جواه ريليشن اسمها برودكتس، وفي جواه ميوتيتور، طبعا اي كلام. لو احنا جينا هنا كده نشغل السطر الكود ده، انا قلت له ايه؟ قلت له اليوزرز هات لي الفيرست، طبعا هي بترجع كوليكشن فمن حقي استخدم الفيرست، تمام. وبقول له هات لي الريليشن اللي اسمها برودكتس. فانا لو رحت كده عملت داي دمب على، او مش محتاج داي دمب لان اصلا الكود هيفيل معايا وهيضرب ايرور. تمام. ليه ضرب ايرور؟ لان الفيرست دي بترجع اس تي دي كلاس، مش بترجع انستنس من الموديل اللي هو اليوزر، لان انا هنا ما استخدمتش الموديل اصلا في اي حاجه. لو احنا جينا عملنا داي دمب على سبورت يوزرز، هلاقي اللي راجع اوبجكت عادي خالص. شايف؟ اوبجكت عادي خالص ملوش اي علاقه بالموديل، فبالتالي مش من حقك ان انت تستخدم اي حاجه تبع الموديل ده على الكوليكشن. تمام. نفس الكلام برضو في الميوتيتور، يعني عامل ميوتيتور، شايف؟ اصلا جايب لي اصلا ايرور من دلوقتي، يعني انا اصلا يعني مش هرن الكود، جايب لي ايرور اصلا. فده بالنسبه للسبورت كوليكشن اللي بترجع من الكويري بيلدر. لو احنا جينا على الاليكوانت بترجع اليكوانت كوليكشن. لو جينا عملنا داي دمب على برضو اليوزرز، هلاقي بقى اللي راجع اليكوانت كوليكشن، وكل رو من الروز اللي راجعه هي موديل من اليوزر موديل. طيب ده معناه ايه؟ نفس الكلام الخطا الشائع اللي عند الديفلوبرز اللي هو بيستخدم فيرست، ما يعرفش ان فيرست ديت موجوده في الاليكوانت وموجوده في الكوليكشن العاديه. يعني في ناس بتستخدم دي ما تعرفش اصلا بتستخدمها ليه، ودي نفس الكلام، بس هو بيستخدم فيرست وخلاص. فاحنا لو جينا عملنا هنا فيرست، تمام، نشوف هيرجع ايه. طبعا هنا بيرجع الري ليست اوف اوبجكت من اليوزرز. لو احنا عملنا ريفرش هيرجع يوزر واحد اللي هو الفيرست، تمام. عملت دمب غلط، تمام. حلو، رجع لي فعلا موديل اليوزر. وهنا بقى انا من حقي اقول له والله انا عايزك تستخدم لي ريليشن اللي هي البرودكتس، لان هنا في الاليكوانت او ار ام من حقي ان انا استخدم ريليشن ميوتيتورز اكسسورز اي حاجه. لو انا جيت كده عملت ريفرش هيجيب لي البرودكتس اللي تبع اليوزر اللي انا عملت له اكسس ده. اقول لك رجع لي 500، اليوزر ده ليه 500 منتج، تمام. برضو الميوتيتور نفس الكلام، جينا عملنا عليها داي دمب، الاقي ان فعلا راجع الميوتيتور اللي انا حطيتها على الموديل، تمام. فطبعا ده بكل سهولة واختصار الفرق ما بين الكويري بيلدر والإليكوانت. وده سؤال يعني مشهور جدا في الانترفيوز. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط وواضح. شكرا جزيلا.